خلينا نروح لامريكا. الحقيقه خلال السكايب كابتننا الجميل والكبير كابتن زكي عبد الفتاح، ودايما الاراء والكلام معاه بيبقى ليه نكهه مختلفه الحقيقه في احوال الكره في مصر والنتائج والامور اللي بتحدث في الكره المصريه. كابتن زكي، تحياتي ليك يا كابتن. اهلا يا فاروق، يا رب تكون بخير. ازيك يا ابو وقت الكباتن؟ طويل بتاع النطاق ايه يا كابتن، مش سامع بتقول ايه؟ وقت طويل ما كنا اتكلمناش. يا نهار ابيض، ده احنا بقالنا كتير يا كابتن، بقالنا 3 شهور. يا رب حبيبي يا كابتن، انا بحب دايما يعني بحب اشوفك في السكايب عشان اشوف الصور اللي وراك دي حقيقه يعني. بايدن وكلينتون واوباما. تشرفنا يا كابتن والله. طيب في البدايه يا كابتن، يعني تجربه منتخب مصر الاول هكلمك معاك فيها يا كابتن، وهي مباراه غينيا ثم مباراه جنوب السودان. اخد رايك فيها يا كابتن بما ان يعني حضرتك معانا النهارده. طبعا بالارقام طبعا المنتخب ماشي كويس. بالاداء لسه ما تقدرش تحكم على الراجل دلوقتي. لازم ماتشات تقيله عشان تعرف ازاي هيتصرف. ازاي الفرقه هتكون شكلها ايه. لحد دلوقتي ما فيش ماتشات تقيله اتلعبت، ماتشات رسميه اتلعبت تقيله، فما تقدرش تحكم عليه. بس ان الارقام اللي تحقق الارقام اللي احنا عايزينها. فان شاء الله اللي يشوف المستقبل هو النقطه اللي المدرب لاول مره يمسك منتخب وطول عمره بيشتغل في انديه. طبعا مدرب كويس جدا، بس شغل المنتخبات بيختلف كتير عن شغل الانديه. انا مرنت 3 منتخبات وفي 10 سنين و15 سنه بمرن انديه، فعارف الفرق ما بين الاثنين ايه. طبعا يعني ما بين منتخب مصر ومنتخب امريكا ومنتخب كندا والجالاكسي ولوس انجلوس فوتبول كلاب وتشيفاز، فيعني وانديه كبيره، فبتعرف الضغط ازاي. بس الاختلاف كبير. طبعا حتى انا كنت سمعت قبل كده ميدو طلع يقول لك ساكي في ايطاليا عمره ما مرن منتخبات، ومسك منتخب ايطاليا خد بيها كاس العالم والكلام ده. طبعا لانه ساكي ايطاليان، انت عارف ايطالي، فعارف النفسيه وعارف المنتاليتي الايطالي ازاي. أيوه. انما انت جايب راجل من البرتغال ما يعرفش احنا بنفكر ازاي والكلام ده، فهتاخد وقت منه. بس طبعا ما اقدرش احكم عليه دلوقتي بالظبط نجح التجربه ولا لا، الا ما تحط يعني بطوله افريقيا اللي جايه دي هي اللي تبقى التست او الاختبار الحقيقي له، اللي هيبان فيه قد ايه اللعيبه والمدرب والفكر بتاعه وصل ولا لا. صحيح. فانا طيب مستني لحد بطوله احنا افريقيا. مستنيين يا كابتن بطوله افريقيا، دي بطوله مهمه جدا، ودائما بطوله افريقيا انت يعني مرشح رقم 1 الحصول عليها بالنسبه لك، بيبقى دايما هو يعني اللي موجود. احنا عايزين كده دايما ان احنا نحصل على البطوله، ولكن طبعا عندنا طبعا كاس عالم، طبعا تصفيات برضو ده جزء مهم من خلال مشواره كمان، هو كمان مع المنتخب لسه طبعا منتظرين القرعه يعني. انا بقول لك من دلوقتي التصفيات بطوله افريقيا هتبقى اصعب كتير جدا من تصفيات كاس العالم. انا ما عنديش اي مشكله. تصفيات كاس العالم احنا يعني احنا 9 هيبقى 10 مجموعات او 9 مجموعات، 9 فاحنا التصنيف الاول كده. وبعدين هتبقى 10 رايحين من افريقيا، 9 ونص رايحين من افريقيا. صحيح. لو احنا ما رحناش في البطوله دي يبقى عمرنا ما نوصل كاس العالم. فكاس العالم هترجع يعني تبقى هتخش في التصنيف ثاني وثالث ورابع، فلازم يبقى شكلها اسهل كتير من بطوله افريقيا. فانا شايف ان احنا نسبه وصولنا لكاس العالم كبيره جدا، اكتر من ان احنا ناخد بطوله افريقيا. حقيقي. طيب خلينا اسالك كابتن